السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. فيديو النهارده مهم جدا، هنتكلم فيه عن تربية الحمام البلدي. 60% يا جماعة الخير من المربيين في مصر بيربوا حمام بلدي. لو انت قاعد في الحضر او قاعد في الارياف هتلاقي ان كل 3 بيوت هتلاقي فيهم بيت بيربي حمام بلدي. يعني الفئة الاكبر في المجتمع المصري بتربي حمام بلدي. فالحمام ده يا جماعة مش واخدة حقها. هقول لك ازاي تقدر ان انت من 10 تجواز بس تعمل مزرعة حمام بلدي، وهقول لك ازاي ان انت تكثف الانتاج من الحمام البلدي. هقول لك معلومات كتير جدا ممكن تكون اول مرة تسمعها عن الحمام البلدي، هتفيدك لو انت بتربي حمام بلدي. بتمنى يا شباب نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونضغط لايك على الفيديو، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على بركه الله. اولا يا جماعه الحمام البلدي هي الحمامه الشعبيه الاولى في مصر لغرض البروتين وتوفير اللحم، وينفع تعملها مشروع. جوز الزغاليل النهارده من الحمام البلدي بصل 150 جنيه. يعني لو عندك 10 تجواز بتطلع منهم كل شهر 10 زغاليل او 10 تجواز زغاليل في 150 جنيه، فب 1500 جنيه. لو انت عندك 10 تجواز بس كل دوره انتاج كل 40 يوم هتاخد منهم 1500 جنيه. طبعا ناس هتقول لي في بيض بيبوظ وفي بيض. اهم حاجه يا جماعه حسن الاداره، واهم حاجه ان انت بتختار السلاله القويه للتربيه. خلينا بس عشان نبسط الامور على الناس. الحمام البلدي في منه 3 انواع. في منه يا جماعه 3 انواع. في حمام بلدي حر، وفي حمام بلدي تلتينات، وفي حمام بلدي هجين. الحمام البلدي الحر اللي هو الحمامه البلدي الاصليه اللي ما فيهاش دم تاني. الحمامه دي انتاجها حلو وانتاجها عالي، ولكن حجم زغاليلها ضعيف. حجم زغاليلها ضعيف، ما بنصحكش ان انت تربي الحمامه دي. طيب هتعرفها ازاي؟ هتعرفها ان الزغاليل بتاعتها بتطلع شكلها بالظبط. الولد بيطلع شبه الاب والبنت بتطلع شبه الام، وتلاقي الزغاليل كده ضعيفه. دي تعرف ان هو الحمام البلدي الاصلي. تمام كده. وبنصحك ما تربيش النوع ده، لان احنا بنربي البلدي لغرض الايه؟ لغرض اللحم. النوع الثاني من الحمام البلدي وهو الحمام البلدي الهجين. يعني ايه حمام بلدي هجين يا جماعه؟ انواع الحمام الشعبي كلها. يعني ايه انواع حمام شعبي برضو؟ اي حمامه تحت ال 300 جنيه دلوقتي اسمها حمام شعبي. الحمام الهزاز والحمام الشقلباز والعبسي كراكندي، الحاجات الشعبيه دي كلها بنقول عليها حمام شعبي. فالحمام البلدي بيجي نتيجه تزاوج الانواع ديت مع بعض. يعني لو اديت بلدي العبسي هيديك بلدي، لو اديت شقلباز لبلدي هيديك بلدي. فالزاجل اللي كريزلي برضو ممكن هيديك حمامه حلوه. لو اديت زاجل لبلدي هيديك برضو بلدي. كريزلي مع شقلباص هيديك بلدي. كل الانواع ده يا جماعه الخلطه ببعضها بتديك حمام بلدي، فاحنا بنقول عليه حمام بلدي هجين. تلاقي الزغال بتاعتهم بتطلع باشكال والوان، وممكن تطلع غير الاهالي. يعني ممكن جوز حمام ابيض يجيب لك جوز حمام اسمر. فده بسبب ايه؟ بسبب دم الجدود ودم الاهالي. وهنا برضو في منه يعني في منه زغاليل بتطلع كويسه، وفي زغاليل بتطلع مش كويسه، حسب بقى الهجين اللي انت هجنته. ودايما برضو يعني اختار منه بقى السلاله. ولكن السلاله بقى القويه في الحمام البلدي اللي انا بنصح اي حد عايز يربي حمام بلدي يربي السلاله دي، وهي الحمامه البلدي الجرم. الحمام البلدي التلتينات ده يا جماعه حمامه منتجه انتاجها عالي، وفي نفس الوقت زغاليلها انتاجها ما شاء الله تعالى. دي يا جماعه اللي ينفع ان انت تربيها. هتعرف الحمامه دي ازاي؟ سهل جدا معرفتها. هتلاقي الحمامه مصدره، حمامه صدرها عريض، حمامه طويله، حمامه ما شاء الله بتلحم العش في العش. وهنا يا جماعه يعني ده بيدل ان بتعرفك الغاوي من المبتدئ في ان انت بتختار النوع الحمام اللي انت بتربيه. نوع الحمام مش اي حمامه بتتربى على فكره. في حمامه بتطلع اخرها الذبح، وفي حمامه تطلع ينفع ان انت تختار منها سلاله ان انت تربيها. فهنا رقم 1 ان انا بختار الحمامه القويه ان انا اربيها. تمام كده. طيب رقم 2 يا جماعه الحمام البلدي بيتربى في اي مكان. يعني ممكن اربيه في غيه، في عشه، في المنور، في البلكونه، تحت بير السلم. حمامه من اعلى انواع الحمام في المناعه. دي رقم 1. تمام كده. دي رقم 2 حمامه مناعتها عاليه جدا تتربى في اي مكان. الحاجه اللي بعد كده بتتغذى على اي اطعمه. تمام كده. الحاجه رقم اللي بعد كده عشان انا بس هتعب من الارقام لان ما شاء الله تعالى مميزاتها كتير جدا. الحمام البلدي يا جماعه يفضل ان انت تربيه حر، تربيه سايب.
لو انت بتربي حمام بلدي حبيس بنصحك ما تربيش حمام بلدي، لان مش هيجدي معاك ومش هيكون في مكسب معاك، مش هينفع تحط له كلفه من اللي هي المتنوعه وعلاجات والكلام ده كله، هيخسر معاك. فبنصحك لو انت ناوي تربي حمام بلدي حبيس بنصحك بلاش ان انت تربي حمام اصلا. هتقول لي انا بخاف من الحسد وبخاف من العين، الحمام يرجع ويروح ما يجيش تاني. لا، هو بيتعود على الحمام بلدي، بيتعود على المكان بسهوله جدا. بنصحك تربيه سايب وتربيه حر عشان تاخد منه انتاج وتاخد منه مكسب، لو انت عايز تربيه مثلا تاكل منه او تتاجر فيه او القصه دي كلها. وبنصحك تربي منه كميات، يعني ربي منه عدد 50 جوز مثلا، هتلاقي العائد منهم مجزي والعائد بتاعهم حلو جدا. طيب الحمام البلدي من اعلى الحمام في الانتاج. يعني الحمام يا جماعه، في حمام اللي هو الرومي والروماني والمالطي والحاجات اللي هي الحجام التقيله ديت انتاجها ضعيف، يعني في السنه ممكن تجيب لك 6 عشوش اكتر حاجه، يعني 5 عشوش 6 عشوش، ما بتروحش السبعه يعني. الحمام البلدي يا جماعه ممكن يوصل 9 عشوش. يعني لو عندك 10 جواز حمام بلدي وسبتهم سنه تلاقيهم 70 جوز 80 جوز 90 جوز، انت ونصيبك. لو 10 جواز بس سبتهم تقدر تعمل منهم مزرعه حمام. 10 جواز سبتهم سنه اكلتهم وسبتهم سنه تقدر تعمل منهم مزرعه حمام حرفيا، لان حمامه منتجه من اعلى انواع الحمام في الانتاج بعد الحمام اللحم الفرنساوي. يعني هات الحمام اللحم الفرنساوي رقم 1، رقم 2 الحمام البلدي في الانتاج، في انتاج البيض وانتاج الزغاليل، وحمامه حنينه جدا، حمامه حنينه جدا. ولكن زي ما قلت لك اختار السلاله القويه. انا بكرر الكلام تاني عشان تختار السلاله القويه. انا عايز افيدك يا اخي، والله اقسم بالله انا عايز افيد الناس، عايز الناس تستفيد. عشان بس في ناس بتربي حمام وتقول لك موضوع مشروع الحمام ده مش مجدي ومش مربح والقصه دي كلها. لا، اهم حاجه ان انت بتختار السلاله القويه النقيه للتربيه. ولما تبتدي، لو انت لسه مبتدئ وتبتدي تربي حمام، ما تشتريش من السوق. محدش بيبيع حمام يا جماعه سليم في السوق. جزء حمام بادئ في السوق هتلاقيه ب 70 80 جنيه. طيب انا هبيع لك حمام ب 70 80 جنيه ليه واصلا زغاليله ب 150 جنيه؟ الا اذا كان بقى الحمام ده معيوب بيجيب بيضه واحده، حمام ذكر بيروق البيض بتاعه برشت. فيا جماعه عايز انصحك ان بلاش تشتري حمام شغال، وخصوصا الانواع الشعبي من السوق، لان زغاليلها بتنباع اغلى منها، لان اللي بيبيع حمام في السوق شعبي بيبيعوا طبعا حمام معيوب، وديت ما فيهاش خلاف، والتجربه ممكن تكون عرفتكم الموضوع ده. ولكن انا بنصحكم لو عايز تربي هات من غاوي، هات من حد جنبك، هات من جارك، هات كون حمامه مضمونه عشان انت تربيها. ولكن هتجيب من السوق هتخسر كتير، والمشروع مش هيكون مجدي معاك. طبعا يا جماعه الموضوع في الكلام عن الحمام البلدي يطول شرحه، ممكن اعمل لكم سلاله عن الموضوع ده. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو بتاع النهارده ولو معلومه بسيطه. اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.